طبعا عارفين ان الدال على الخير كفاعله. ازاي يعني؟ انا لو بدلكوا على حاجه كاني عملت خير. دلوقتي انت عندك عبايه ونفسك تمشي براحتك وانت لابساها، ولبسك كله طرح صغيره، بس جسمك ملفت شويه، او عندك مناطق ملفتة للنظر. من الطبيعي ان لما بيبقى في حاجة زي كده بتلفت النظر، سواء كان لحريم او لرجالة. فانت عايزة انك انت تبقي لما جسمك، انا مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس انا هقول لكم على فكرة حلوة والله العظيم. انا معتمداها بقالي سنين قوي، مع اني لبسي واسع ولبس طويل والطرح بتاعتي كبيرة، بس معتمداها ما بعرفش اخرج من غيرها. شفتوا انتوا حتة الكرسي؟ الكرسي غالي، تمام، وفي نفس الوقت بحسه مش عملي. طيب ايه هو بديل الكرسي يا ست اميره؟ بصوا، ده كود. يعني ايه كود؟ يعني تروح عند اي حد من اللي هو بيبيع مستلزمات الخياطه، تقولي له انا عايزه كود متر وربع. كود ده انا جايباه ب 100 جنيه، المتر منه ب 80 جنيه. ايه هو الكود ده؟ شفت انت لما بيبقى فيه ترنج بتعملي منه الاستك او الشريط اللي بيبقى القمر من تحت، الخياطين هم اللي يفهموني. ده اسمه كود. بصوا عامل زي الاستك. تعملي فيه ايه بقى؟ بصي، بتجيبي الاستك الكود ده وبتقسميه لاتنين. هو عبارة عن عامل زي ما يكون ايه، كيس. فاهميني؟ ثواني اظبط الكاميرا. هو عامل زي ايه، زي الكيس. يعني انت بتجيبيه بيقيسلك متر وربع. بصوا عرضه ايه، عرضه بتاع 60 سنتي. هو اصلا عبارة عن كيس اهو. انت مش بتفتحيه، يعني مش بتقصيه وتفتحيه، لا، انت بتقسميه على اتنين، بتتنيه نصين وبتقسميه على نصين. النصين دول عبارة عن ايه، انا مش عارفة اظبط الكاميرا خالص. بيبقى من هنا لهنا. بصوا، بيتقسم نصين. النصين دول بيبقوا كده زي جيب يا جماعة، زي جيب، بس بيلملك منطقة الجسم ومنطقة البطن. ان انت وانت ماشية، معلش في الكلمة، مفيش مناطق في جسمك بتتهز، مفيش حاجات ملفتة، مفيش حاجة بتبان منك. اقسم بالله حتى لو انت في مصيف ولبستيه تحت المايو هتبقي حاسة ان انت مرتاحة جدا، لانك مش هتبقي ملفتة خالص خالص للنظر. بصوا انا عاملة الفيديو ده والله، بصوا يعني الوجه الله للمناظر اللي احنا بنشوفها. انت مش بتبقي طالعة من بيتك انت مش واخدة بالك، بس اللي شايفك في الشارع هو اللي واخد باله منك. طيب انت ليه تحطي نفسك في موقف محرج؟ او ممكن تشيلي ذنب. هشيل ذنب ازاي وانا ببقى قاصده؟ اه طبعا انت بتشيلي ذنب اللي بيبصلك، ان انت اللي ماشيه بالطريقه دي. حتى لو مش واخده بالك لازم تاخدي بالك قبل ما تخرجي من بيتك، حتى لو لبسك واسع. بس اوقات بيبقى فيه لبس واسع بيدي ايحاء فظيع. بصوا انا قسمتها اتنين كده، تمام، الاتنين اهم. بروح جايه كده وطبقاهم. ثواني كده هطبقهم على المكنه. بصوا، بسم الله، هطبقهم على المكنه واوريكم عملت فيهم ايه. والله العظيم ده احسن من اي كرسي ممكن تجيبيه. بصي قفلته، برجع اعيد عليه على مكنه الخياطه، بعيد عليه مره واتنين. اميره ده انا جسمي مليان، هو ده هيدخل؟ اه هيدخل، لانه عباره عن استك مشد، هيشدلك منطقه الجسم ومنطقه الظهر، تمام، هيخليكي ماشيه يعني ما شاء الله، حاسه انك انت طايره، حاسه انك انت مرتاحه، مش ماشيه حاسه ان في حد بيبص عليكي او انك انت ملفته للنظر. اعتمديها. كود اسمه كود من عند اي حد بيبيع مستلزمات الخياطه، هتلاقيه عنده. انا عندي في المكان اللي انا فيه بيبيع المتر ب80. انا مش عارفه المكان اللي انت فيه بيبيع المتر بكام. ممكن تعملين بيتي
ممكن تعمليه اسود على حسب ما انت عايزه، تمام، او على حسب اللون اللي انت هتلاقيه. كده كده بيبقى تحت الهدوم مش بيبان، ومش بيبرم من فوق ولا بيبرم من تحت. وخدي بالك، هو دلوقتي انت شايفاه ضيق، مع اللبس بيريح ازاي؟ بيتسع شويه، فاهماني؟ بصوا هو مشد جامد شديد جدا، اللي هو ايه، بصي انا قايمالك بصور، انا ما ينفعش ان انا التفت واروح واجي، بس انا مرتاحه بالنسبه للكاميرا علشان خاطر اللي هو ايه، يعني ساتره نفسي، اتحرك قدام الكاميرا عادي يعني. الحمد لله الواحد حتى لو هو لابس واسع بيحاول برضو يبص يشوف لو في نقط ممكن تلفت النظر بلاش منها نتخطاها، بس كده. لو انا فدتك بحاجه ما تنسينيش بدعوه حلوه من القلب ولك بالمثل، وتنزلي تصلي على النبي في الكومنتات. اي حد عنده استفسار عن اي حاجه يقول لي، انا اي حاجه يا جماعه بحس ان هي ممكن تفيد غيري بقول له عليها. حد شايفني ان الفيديو ده مش كويس وملوش هدف يقول لي والله العظيم هحذفه. يعني لو في كومنتات جات لي ان الفيديو ده مش تمام بلاش منه، هحذفه والله عادي، مش تفرق معايا. اهم حاجه ان انا اكون فدت اللي قدامي، فلو ده مش هيفيده بلاش منه خالص، وبلاش من وجودي اصلا على السوشيال ميديا. احنا موجودين للتذكره، ان احنا بنذكر بعض، ان احنا بنقول لبعض. انا ممكن اشوف بعض حاجات، يعني انا كان نفسي قوي اللي هو اعمل اطعام، بس مش قادره تعبانه، نفسي اعمله بايدي. فشفت واحده بتعمل الوراك ومتبلاها ومعاها علبه طحينه ومعاها علبه سلطه وفي عيش حطتها وخلاص كده يعني، ولا عملت رز ولا عملت خضار، بس عملت وجبه حلوه بسندوتش او عملت سندوتشات حواوشي. فانا بشوف كده بقول ليه انا ما اعملش كده؟ امورها سهله، فما نصعبهاش على بعض. فانا لما بشوف حاجه بتعلم منها، وانتي برضو لو شفتي مني حاجة كويسة وتعلمتي منها ما تنسينيش بدعوة حلوة. وفي نقطة تانية كمان، اي حد يا جماعة بيسيب تعليق سلبي لحد انتي ما تعرفيش التعليق السلبي ده بيوصله لايه. انا مني واحدة التعليقات السلبية، او لو واحدة اتكلمت عني بطريقة مش كويسة، انا نفسيتي بتتعب واعصابي بتتعب، لدرجة ان اليوتيوب ده انا جات عليا فترة اقسم بالله ما كنت عايزة افتحه تاني، لمجرد اني شفت واحده بتهني بس مش اكتر. فانا مسامحاها عادي مفيش اي مشكله، بس اللي هو مش عايزه اشوفها. والله العظيم عملت لها عدم استخدام، عدم رؤيه للقناه بتاعتها في اليوتيوب، لان مفيش حظر، لان انا مش عايزه اشوفها، لان شوفتها بتتعبني نفسيا. الله يسهل لها، بس ليه نأذي بعض حتى لو بالكلام؟ يعني انت ما تعرفيش دي عند ربنا كبيرة قوي، انت ممكن يكون رزقك متعلق بسبب كلمة بتقوليها بتأذي بيها غيرك. هتقفي قدام ربنا والكلمة دي هتبقى متعلقة في رقبتك يوم الدين، وهتستني مثلا لو انت جرحة أميرة بالكلمة دي، هتستني ان أميرة هي اللي تيجي وتقولك أنا مسامحاكي. فانت ليه تحطي نفسك موقف زي كده؟ أميرة مش عاجباكي ما تتفرجيش عليها، اعملي لها عدم رؤيه، زي ما انا ما عملت للناس عدم رؤيه، لان رؤيتهم بتتعب لي اعصابي بس. لكن يعني ربنا عمره ما امرنا ان احنا نجرح بعض، والله العظيم. طبعا احنا عارفين من واحنا عيال صغيره ان في ملك يمين وملك شمال، وملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات. اكيد برضو في ملك بيكتب الاساءه اللي انت بتسيئي بيها لغيرك وتتعبيه. اميره دي لو علقت محلول بسبب كلام انت قلتيه انت هتتحاسبي. ممكن يكون رزقك متعطل في الدنيا بسبب كده، ممكن يكون حاجة متأخرة عنك من نعم ربنا عليكي بسبب كده. طب انت ليه توصلي لكده؟ انا اسفة للإطالة، بس والله انا من الناس اللي ممكن كنت لما اشوف واحدة مضايقاني ادخل لها في التعليقات واقول لها انت مضايقاني. دلوقتي اقلب على طول، ولو انا مش حباها خالص اعمل لها بلوك لو على الفيسبوك، ولو على اليوتيوب اعمل لها عدم رؤيه. لكن ان انا اعلق ليها او ارد عليها، ابويا ما علمنيش كده وربنا ما امرنيش بكده. انا عايزه ربنا يرزقني ويكرمني ويبارك لي في اولادي، ودايما ابقى في نعم ربنا. هبقى في نعم ربنا ازاي وانا باذي غيري حتى لو بالكلام؟ ممكن اكون انا جيت قدامك صدفه اقول لك الكلمتين دول عشان لو انت بتعملي حاجه زي كده ما تقوليهاش، وممكن انا اكون جيت قدامك وانت ما بتعمليش كده بس توعي غيرك.
لو انت شفتي غيرك او شفتي كومنت لحد غيرك بيقول كلام زي كده او بيأذي حد، انت وعيه. هو ربنا امرنا ان احنا يعني نحط بعض على ان احنا نوعي بعض. انا اوعيكي، غيرك يوعيني. انا بصوا عقلي ده ما بقاش زي الاول خالص خالص خالص. كنت الاول اقعد اقول انا مش مسامحه، انا اتاذيت، انا عمري ما هسامح اللي اذوني، انا لقيت لا والله ابدا. حته انك تقربي من ربنا بيغير لك كل عقايدك، اللي هو مفيش مستحيل ان انت لو حد كرهك واذيكي وانت مش طايقاه وبتقولي مش مسامحاه، بالعكس انا مسامحاه وربنا يرزقه ويعميه عني. شفتي؟ والله والله قرآن المغرب بيقول، اقسم بالله انا لما بلاقي حد بيأذيني بقول يا رب يا رب يرزقه ويعميه عني. شفتوا لدرجة ايه؟ ان هو لو ربنا رزقه اكيد هيتعمي عن اللي حواليه، يعني يلتهي. انا مش بدعي عليه، انا بدعي ان ربنا يرزقه. مسامحة في حقي، بس هل ربنا هيسامح في حقه لو انت اذيتي حد؟ انا مش عارفة، انا ما كنتش ناوية اقول الكلام ده، بس حسيت ان انا لما بفتح الكاميرا بقيت ببقى عايزة اتكلم معاكم. كنت بقعد اتكلم على كل واحدة بتقول ايه، انا حسيت ان انا متضايقه فقلت افتح الكاميرا واصور لكم الفيديو ده عشان بحس ان انا بتكلم مع اخواتي. كنت بتريق عليه. دلوقتي انا بقيت في نفس الموقف، بقيت لما بكون حابه ان انا افتح الكاميرا تلاقوني كده ايه، قعدت وفرشت وبقول كل اللي جوايا. اللي بيحبني هو اللي هيقدر كلامي ويفهمني. بلاش يا جماعه، بلاش. انا مش بتكلم عشان انا مش بتكلم عشاني، لا انا بتكلم بالعموم. مش انك انت ما تقوليش ليه انا تعليق سلبي، لا، ليا او غيري. كده كده الواحد بيتقابل مع اللي بيبقى خصيمه يوم القيامة، والموت قاعد بيدق كل باب، فانت مش هتهربي منه، اصل انت مش اعز من اللي راحوا. فكلنا لنا يوم ولنا دور، فلازم تسيبي بصمة حلوة عشان تلاقي حد يدعيلك. تلاقي فيديو زي ده الناس داخله تدعيلك فيه. بلاش بلاش يا جماعه الغل والسواد اللي في قلوب الناس ده، بلاش والله العظيم ما بيدومش. تكفي ان في ناس والله العظيم، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، بتظهر كده على السوشيال ميديا ان هي توفت. في واد شباب كده كان له اخ اتوفى اسمه سمير اسمع. انا والله ما اعرفه، انا بدخل على التيك توك اتصفح عادي، بس لفت نظري من فتره طويله باغنيه هو كان دايما بيعملها. احكي لك حكاوي حاجه زي كده، فانا بقيت اشوفه هو زي ابني. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويغفر لاموات المسلمين وما يوجع قلب ام على ضمان. كان اخوه لسه متوفي، في معظم فيديوهاته بقى يقول ايه، يا اخويا انا هجيلك، يا اخويا ما اعرفش ايه. لدرجه ان انا بقيت بفتح التيك توك ببص لقيت ايه، نعي له، عيل شباب، يا رب يحمي اولادنا كلنا وما يوجعش قلب ام على ضناها. في واحد تاني مش فاكره اسمه، كان بيطلع يقول كلام شعر بس باسلوب اللي هو ايه، ده اسلوبه. جه اتوفى من حد اتنمر عليه، انا ما كانش بيعجبني اسلوبه. هل انا دخلت له في التعليقات؟ انا مبسوطه جدا ان ما دخلتش في التعليقات وقلت له كلمه جرحته، بالعكس كنت بتخطى الفيديو. اللي عملوا له روبرتات ولا ما اعرفش اسمها ايه يا جماعه، اللي هم بيجيبوا فيديو ويتريقوا عليه ويتنمروا عليه، والله العظيم كانوا بيعيطوا، والله كانوا بيعيطوا وبيقولوا سامحنا سامحنا. فين؟ ما هو مات بسبب كلامكم. كان بيتنمروا عليه ومات بسبب تنمره. فليه تتحط في موقف زي ده؟ يعني هو دلوقتي عند ربنا في بيت الحق وانتي موجوده ومستنيكي تروحي له علشان خاطر يقتص منك الكلام اللي قلتيه عليه. بلاش نجرح بعض. انت ممكن تجرحي اميره الصبح ما تلاقيهاش موجوده ومكتوب لها نعي، اميره هتبقى في بيت الحق ومستنياكي لما تموتي علشان تروحي لها وتقتص حقها منك. فبلاش نحط نفسنا في موقف زي دي. اميره ما بتحبهاش، الله يسهل لها، اعملي لها بلوك. انا بتكلم بصفه عامه مش اميره بس. انا عارفه ان انا كاكه للمره الثانيه والمره الثالثه. تنسيش اللايك. انا كده تميت الربع ساعه. سلام.